واحد صاحبي جاله السرطان والسبب عادة بنعملها يوميا. عشان كده في الحلقة دي جمعنا لكم 12 حاجة بنعملها كل يوم وبعفوية وممكن تزود خطر الإصابة بالسرطان. منهم حاجات هتلقوها غريبة جدا زي الشاي والقهوة، العطر، غسول الفم. ده تخيلوا في وظائف معينة ممكن تزود خطر الإصابة بالسرطان. ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب عن سلوكيات بنعملها كل يوم وبعفوية وممكن تزود خطر الإصابة بالسرطان. ونبدأ برقم 1، وحنغطي السلوكيات دي من أول ما تصحى من النوم لحد ما تدخل تنام. ونبدأ وأول ما تصحى من النوم قلت أما أقعد أريح النهاردة واليوم كله ما بتتحركش أو بتسوق لفترات طويلة. أقول لك إن القعدة الكتير لقوا لها علاقة بسرطان القولون خصيصا. أحد الأسباب إن القعدة الطويلة بتؤدي للسمنة والسمنة لها علاقة بالسرطان. رقم 2، ودي بتحصل كتير اليومين دول، اول ما تسمع الاخبار تبدا تعضعض في ضوافرك. انا لاحظت في اليومين اللي فاتوا دول ان ضوافري راحوا. طبعا احب اقول لكم واقول لنفسي قبلكم ان الكلام ده غلط. انت ما تعرفش كميه البكتيريا والميكروبات اللي على ضوافرك اللي مع العضعضه هتروح لفمك وممكن لا قدر الله تسبب سرطان الفم. فبلاش. ده غير كمان ان التوتر المزمن بيضعف المناعه وممكن يؤدي للسرطان. رقم 3، قمت من على السرير ورايح الحمام عشان تغسل أسنانك وتستخدم غسول الفم. أقول لك ما تكترش منه، وخصوصا لو في كحول زي الإيثانول، لأنه ده ليه ليه علاقة بسرطان الفم. طبعا خلينا نوضح إن الحاجات دي ما بتجيش غير بالاستخدام المتكرر المفرط، يعني استخدام مرة واحدة مش هيعمل سرطان. رقم 4، خلصت الحمام ورايح تعمل كوباية شاي، وقلت لزوم الدايت لما احط للشاي بتاعي بقى محلي صناعي او سكر دايت. اقول لك خلي بالك، بعض المحليات الصناعية لما تاخدها بكميات كبيرة زي الاسبرتام لها علاقة بالسرطان، وتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة المحليات الصناعية، يا ريت ترجعوا لها. وخلي بالك المحليات الصناعية مش في السكر الدايت بس، هتلقاها في المشروبات الغازية الدايت وغيره. وبرضه للأمانة الحتة دي عليها جدال، هل السكر الدايت بيسبب السرطان ولا لا؟ الحتة دي عليها هات وخد. رقم 5، خلصنا الفطار والشاي وبتلبس هدومك وهترش العطر. اقول لك ستوب. رش البرفان عمال على بطال كل يوم غلط، لان المواد الكيميائية اللي فيه ممكن تمتص من الجلد بكميات كبيرة وتسبب سرطان الجلد. وده يودينا لرقم 6، تخيلوا صبغ الشعر الكتير لقيوا ليه علاقة بسرطان المثانة حسب الدراسة دي. رقم 7، رايح الشغل وقلت اما اعدي على السوبر ماركت اجيب لبان او علكة. اقول لك اكل اللبان او العلكة باستمرار وخصوصا اللي فيها سكر كتير هتأثر على اسنانك واللثة وممكن لا قدر الله تسبب سرطان الفم. عشان كده نقلل منها. هتقول لي ما انا عشان كده بعمل ايه؟ بستخدم اللبان اللي من غير سكر. اقول لك طب ما هو ده في محليات صناعية وقلنا وحشة من شوية. رقم 8، قاعد مصدع في الشغل قلت اما اخد مسكن. اقول لك اخذ المسكنات عمال على بطال ممكن يجيب لا قدر الله سرطان المعدة، عشان كده ناخدها في الضرورة فقط. رقم 9، خلصت الشغل ومروح البيت وقلت اما اجيب خضار ولحمة عشان العشاء. اقول لك لو شاكك ان الخضار والفاكهة عموما فيهم مبيدات حشرية يبقى نغسلهم بالخل. ايوه، بنسبة 1:4 كوباية خل قصادها 4 مية. وده ليه؟ عشان نتخلص من المبيدات الحشرية اللي ممكن تسبب السرطان. الموضوع ده بيفكرني بسواق كان عندنا في مصر كان شغال على بيجو. كل ما تركب معاه يا اما فاكهة يا اما خضار، خيارايه، تفاحة، وطبعا ده صحي. وإذ نفاجأ انه جاله السرطان نتيجة المبيدات الحشرية والمسرطنات اللي كانت في الخضار والفاكهة اللي كان بياكلها على طول. سبحان الله، برضو في حاجات بتاكلها على اساس انها صحية لكن فيها خطورة برضو. في الحالة دي غسيل الفاكهة والخضار مهم جدا. ولو هتشوي او تطبخ اللحمة في الفرن خلي بالك ما تسويهاش زيادة عن اللزوم. الناس اللي بتقلي اللحمة لحد ما تتحمص، اقول لك الكلام ده مش صح، لانها بتطلع مواد مسرطنه زي الهيتيروسايكليك امين، البوليسايكليك اروماتيك هيدروكربونز وغيره. وبرضه تحميص العيش عند درجه حراره عاليه غلط. وكمان الاكلات اللي بتتقلي عند درجات حراره عاليه زي الشيبسي بتطلع ماده الاكريلاميد ودي ليها علاقه بالسرطان. رقم 10، خلصتي اكل وبتغيري لبنتك وبتحطي بودره تلك. اقول لك خلي بالك ما تكتريش منها، لان استخدام بودره التلك زياده عن اللزوم في المناطق الحساسه في دراسات لقت ان لها علاقه بسرطان المبيض. رقم 11، دي ليها علاقة بالناس اللي بتنام نوم قليل ونومهم متقطع. تخيلوا النوم القليل والمتقطع بيأثر على الساعة البيولوجية وممكن لا قدر الله يسبب السرطان. ده كمان الناس اللي بتشتغل نايت شيفت، الشغل الليلي، بيتعرضوا طبعا للإضاءة الليلية كتير
وده هيأثر على هرمون الميلاتونين اللي بيظبط النوم عندك، فتلقى النوم متقطع ومش منتظم، وده ممكن لا قدر الله يسبب السرطان، وخصوصا سرطان الثدي والبروستاتا حسب دراسة في مجلة Environmental Research and Public Health. تخيلوا كمان الناس اللي بتسافر كتير لبلاد تانية بأوقات مختلفة، تايم زون مختلف، ده بيأثر على الساعة البيولوجية وممكن يزود خطر الإصابة بالسرطان. رقم 12 دي حاجات بديهية وكلنا نعرفها وليها علاقة بالسرطان، وأولهم اللحمة الحمراء. عشان كده منظمة الصحة العالمية قالت لك إيه؟ آخرك من اللحمة الحمراء الغير مصنعة 500 جرام في الأسبوع. رقم 2 السكر، المشروبات الكحولية، التدخين، كل دي حاجات بتزود من خطر الإصابة بالسرطان. رقم 3 تخيلوا في وظائف معينة بتزود من خطر الإصابة بالسرطان، زي الكيميائيين، النجاشين، رجال الأطفاء، عمال النظافة، دول أكتر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان زي سرطان الرئة. رقم 4 كمان ستات البيوت تخلي بالها، مواد التنظيف الكيميائية في البيت خطر، عشان كده عملنا لكم حلقة مفصلة قبل كده ازاي تعمل منظف آمن في البيت. 5% من حالات الإصابة بالسرطان بتيجي بسبب الجينات الوراثية، ودي حاجات ما نقدرش نتحكم فيها، لكن في أكلات لو جالك السرطان ممكن تاكلها تحارب بيها السرطان، ودي عملنا عنها حلقة قبل كده. كل يوم خلايانا معرض إنه يحصل فيها سرطان، لكن سبحان الله الدي ان ايه بتاعنا بيحاربها قبل ما تنتشر. لكن لما تاكل انت اكل فيه سكر، اكل مصنع، انت كده بتغذي الخلايا السرطانية دي. عشان كده مهم جدا في الحتة دي ان احنا نقلل السكر على قدر الامكان. ومع اخر الحلقة، السرطان مرض معقد جدا وممكن حرفيا يجي لاي حد، انت بس بتاخد بالاسباب عشان تبعد عنه. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا يثبتهم ان شاء الله وينصرهم. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي، وفقرة الشعر النهاردة لقائلها عن الثبات وقت المصائب هو مفتاح النصر. تعال نسمع بيقول ايه. دارت عليك الدائرات فأصبحت منك الحياة كئيبة فتولتي، صبت عليك مصائب لو أنها صبت على جرح القتيل لضرتي، صبت عليك حميمها وعقابها فتخيرت قلب الهمام فمجتي، صبت عليك وأنت سال غافل لم تدر ما حشدت عليك وعدتي، حشدت عليك طريفها وتلادها ورمت عليك سهامها وأطلتي، صبت عليك وكان جمعك وافر فجموع قومك في المعامع شزتي، فجموع قومك في المعامع شزتي، صبت عليك وإنني بك واثق إن الجواد يقوم بعد الكبوة، إن الجواد يقوم بعد الكبوة، قف شامخا قف شامخا لو جاء عاذلهم يهزي بسفسطة لها لا تنصتي، قف شامخا لو كنت منفردا إن جاء جدع أو ثيابك قدتي، قف شامخا إن الفواجع تنقضي والنصر يأتي بعد هول الشدة، قف شامخا إن الفواجع تنقضي والنصر يأتي بعد هول الشدة، النصر يأتي بعد هول الشدة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.